عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة تالتة اعدادي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، احسن صحة باحسن عافية ان شاء الله. ماشي، عشان ما نضيعش وقت كتير يلا بينا نخش في المهم. النهاردة بإذن الله هنشتغل في يونت 8، الوحدة التامنة، تاني واحدة عندنا في المنهج، الترم التاني، المنهج الجديد ان شاء الله. ماشي، الدرس عندنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حاجة اسمها ضمائر الوصل. بيتكلم عن حاجة اسمها ايه؟ ضمائر الوصل. يعني ايه ضمائر الوصل بالانجلش؟ يعني الريلاتيف كلوزز. الريلاتيف ايه؟ كلوزز. ماشي، نبدأ كده على طول. ضمير الوصل باين من اسمه ان هو بيوصل ما بين حاجة او ما بين حاجتين. ايه بقى يعني؟ يعني زي ايه بقى يا مستر؟ هو ده اللي هنخش فيه دلوقتي. اول ضمير عندنا يا شباب الا وهو هو. هو معناها الذي او التي. تاني، هو معناه ايه؟ الذي او التي. وان لو مش لقيته موجود ادخل مكانه ذات. يبقى هو معنى الذي او التي، ولو مش موجود هحط مكانه ذات. طب هو يا مستر بتيجي مع مين؟ بيقول لي بتيجي مع الفاعل العاقل. يعني ايه فاعل عاقل؟ يعني من الاخر كده البني ادم. مش البني ادم الحاجه الوحيده اللي عندها عقل؟ يبقى هاخد هو. طب هو مش موجوده هاخد ذات. لا اديني مثال يا مستر. لما نيجي نقول مستر حسن who teaches us English. مستر حسن الذي يدرس لي انجليزي، هو اللي بيدرس لي انجليزي. ماشي، كل اللي هعمله تعالى قبله هو لقيت مين؟ مستر حسن. طب مستر حسن ده عاقل؟ اه. تقدر تقول حاجة تانية غير كده؟ هتبقى فيها مشكلة. ماشي، طالما مستر حسن عاقل يبقى اخد معاها ضمير الوصل اللي هو مين؟ هو. تمام. طب يا مستر لو هو مش موجودة اعوض مكانها بكلمة ذات. زي لما اجي اقول مستر حسن ذات teaches us English، يعني مستر حسن اللي بيدرس لي انجليزي. يبقى تاني يا شباب، يبقى لو لقيت كلمة هو يبقى لازم يجي قبلها فاعل عاقل، حد عنده عقل. طب لو ما لقيتش هو يبقى عوض عليها بكلمة ذات. دي كده أول ضمير عندنا. نخش على الضمير التاني ألا وهي which. which برضو معناه الذي أو التي. إيه ده نفس الاسم بالظبط يا مستر. طب هل نفس الاستخدام؟ برضو لأ. which اللي معناها الذي أو التي لو مش موجودة برضو أعوض عليها بكلمة ذات. طب which بتيجي مع إيه يا مستر؟ بتقولي تأتي مع الفاعل الغير عاقل. فاعل ما عندوش عقل، أي حاجة بقى، قلم، ترابيزة، سفرة بقى، أي حاجة من الحاجات دي. يبقى تاني يا شباب، كلمة ويتش معناها برضو الذي أو التي، ولو ويتش مش موجودة أعوض عليها بكلمة إيه؟ ذات. زيها زي مين؟ زي هو بالظبط. يبقى هو الذي أو التي بيساويها ذات تيجي مع العاقل. أما الويتش برضو بيساويها ذات، معناها برضو الذي أو التي بس بتيجي مع الفاعل غير عاقل. يبقى هو عاقل، ويتش غير عاقل، ولو مش موجودين أعوض عليهم بكلمة ذات. سهلة وبسيطة اهي. مثال يا مستر: This pen، هذا القلم، which I bought it yesterday، هذا القلم اللي اشتريته امبارح. طب حلو، قبل كلمة which لقيت مين؟ لقيت كلمة بن يا مستر. طب بن يعني ايه؟ قلم. هل القلم ده عاقل؟ لا مش عاقل خالص يا مستر، ده غير عاقل، يبقى ياخد which. طب لو which مش موجودة اعوض عليها بكلمة ذات. فاكتب نفس الجملة، اشيل which واحط مكانها ذات. زي لما اجي اقول this pen that I bought it yesterday، ده القلم اللي انا اشتريته امبارح. اظن لذيذ اهي. يبقى which بيساويها that، معناها الذي او التي، وبتيجي مع الفاعل الغير عاقل. نخش على الضمير الثالث الا وهي whose. whose بقى بتيجي مع الملكية. تيجي للايه؟ للملكية، علشان اسأل عن ملكية الشيء ده، عشان اقول ان الحاجة دي ملك الشخص ده، او الشخص ده ملك الايه؟ للجماعة دول او المنظمة دول او ايا كان. طب حلو، في تركة لازم اخلي بالي منها، علشان كلمة هوز في ناس كتير بتتلخبط ما بينها وما بين هو. يعني مثال مثلا الاولاني ده بيقول لي this is the boy whose pen is lost، ده بيكون قلم الولد اللي ضاع. طبعا طبيعي يا مستر، انت قلت لي بص قبل النقط اللي هو مين مثلا؟ بوي. طب ما بوي ولد يا مستر، ولد يعني عاقل، يعني المفروض اخد هو. هنا بقى يجي اللبس. هنا بقى انا مساعدتك في حاجة وقلت لك خلي بالك ان هوز بيجي بعدها اسم. بيجي بعدها ايه؟ اسم. طب هو ايه الفرق ما بين الاسم والفعل يا مستر؟ باختصار شديد، حط كلمة انا قبل الاسم عشان تفهم. لو الجملة مفهومة
يبقى ده فعل. طب لو جملة مش مفهومة يبقى اسم. لا مش فاهم. يعني مثلا عندي كلمة قلم، حط قبلها انا قلم، ينفع؟ لا الجملة مش مفهومة، يبقى قلم ده اسم. طب انا اكتب بالقلم، يبقى ها الجملة دي مفهومة؟ اه يا مستر انا اكتب بالقلم، يبقى هنا يكتب فعل. يبقى لو انا حطيت انا قبل الشيء اللي عندي وطلع الجملة مش مفهومة يبقى اسم زي ما احنا عايزين دلوقتي. يبقى عرفنا ان القلم ده ملك للولد ده، عشان كده خدنا كلمة هوز. يبقى باختصار شديد هوز، خلي بص على اللي بعدها مش اللي قبلها. يعني انا قلت لك هو بص على اللي قبلها، ويتش بص على اللي قبلها، هوز بص على اللي بعدها. لو لقيت اسم على طول تاخد هوز. طب مثال تاني يا مستر. This is the man whose house is burned. يعني ده بيكون منزل الراجل اللي ولع. للاسف يعني. المهم جيت بصيت على بعد هوز لقيت مين؟ هاوس، منزل. انا منزل، مفيش حاجه اسمها انا منزل، يبقى منزل ده اسم، خلصت. يبقى هوز لو يجي بعدها اسم اعرف على طول ان دي ملكيه، فبالتالي هتاخد هوز. طب يا مستر معلش كده، عايز اعرف هو بيجي بعدها ايه؟ يعني هو بيجي بعدها اسم؟ لا ركز معايا. كلمة هو اهي في المثال الاولاني جه بعدها مين؟ تيتشز، يعلم. يعلم دي اسم ولا فعل؟ احط قبلها انا اعلم، لا الجملة مفهومة، يبقى طبعا دي فعل. تمام. يبقى هو ما بيجيش بعدها اسم اصلا، بيجي بعدها فعل. يبقى الموضوع لذيذ اهو، مفهوم لحد دلوقتي. يبقى هوز بتيجي للملكية ويجي بعديها اسم. سهلة إن شاء الله تكون سهلة. نخش على نمبر 4 على كلمة وير. وير معناها إيه؟ معناها حيث. وير معناها إيه؟ حيث. بتيجي مع إيه؟ بتيجي مع الأماكن. يبقى أنا عندي كلمة وير معناها حيث، بتيجي مع الأماكن. لو لقيت مكان على طول آخد وير. زي لما يجي يقول لي This is my house where I live. يعني ده البيت اللي أنا بعيش فيه او اللي انا عايش فيه. تمام. انا هنا لقيت مين؟ وير. طب ليه انا خدت وير؟ بص كده على قبلها لقيت هاوس. هاوس بيت. هل البيت ده عاقل ولا غير عاقل ولا مكان؟ لا يا مستر ده مكان، وطالما مكان يبقى خد وير، الموضوع خلصان. طب اديني المثال التاني. That is the beach where I swam. يعني ده كان الشاطئ، او ده بيكون الشاطئ اللي انا كنت بعوم فيه. لقيت قبل كلمة وير مين؟ بيتش. وبيتش دي تعتبر ايه؟ شاطئ، دي مكان، والمكان يبقى اخد وير. يبقى تاني يا شباب، لو لقيت عاقل اخد هو، مش موجودة اخد ذات. لو لقيت غير عاقل اخد ويتش، مش موجودة اخد ذات. لو لقيت بعد النقط لقيت ملكية، لقيت اسم، يبقى دي ملكية، يبقى اخد هوز. اما لو لقيت قبل النقط مكان يبقى على طول اخد وير. تمام تمام. اخر حاجة عندنا خالص هي كلمة when. كلمة ايه؟ كلمة when. كلمة when معناها عندما، وبتيجي مع الزمن. يعني where بتيجي مع المكان، اما الوين بتيجي مع الزمن. زي لما اجي اقول 2019 او 2019 was the year when I won the match. يعني 2019 دي السنة اللي انا كسبت فيها الايه؟ الماتش. هنا لقيت قبل النقط كلمة ايه؟ year، سنة، والسنة دي بتعتبر زمن، وطالما ده زمن يبقى ياخد when. طب مثال تاني يا مستر. That's the time، ده الوقت when I fell down، اللي انا وقعت فيه. منظري زي الخرا طبعا، انت بتقول كده. ماشي. هنا لقيت خدت وين. طب ليه خدت وين؟ علشان جه قبلها كلمة تايم. تايم يعني وقت، وقت يعني زمن، يبقى ياخد على طول وين. يبقى تاني يا شباب الموضوع بسيط جدا جدا جدا. يبقى لو لقيت عاقل اخد هو. طب مش موجود اهو، اخد مكانها ذات. طب لو لقيت فاعل غير عاقل يبقى هاخد ويتش. طب ما لقيتهاش هاخد ذات. لو لقيت بعده اسم يبقى هاخد هوز. لو لقيت قبلها مكان يبقى هاخد وير. لو لقيت زمن او زمان يبقى هاخد وين. بس كده يا شباب خلصت القاعدة. تعالوا بقى يلا نخش على التدريبات بتاعته في كتاب المعاصر علشان نشوف هنحلها ازاي. يلا بينا. المثال الاولاني بيقول لي the book نقط I borrowed is very
interesting يعني الكتاب اللي انا استعرته او اللي انا خدته او استلفته من المكتبة طبعا كان جميل جدا او بيكون مثير جدا. حلو، انا هنا ابص على قبل النقط لقيت مين؟ بوك، كتاب. عاقل؟ لا. غير عاقل؟ يبقى اخد which. ماشي. نمبر 2، زمان الراجل نقط spoke اللي اتكلم to us إلينا is my teacher بيكون المدرس بتاعي. حلو، أنا لقيت قبل النقط مين؟ فاعل اللي هو عاقل، كمان اللي هو الرجل، وكمان مش لقيت اسم بعد النقط دي spoke يعني يتحدث، ده فعل يبقى هاخد هو اللي بتيجي مع العاقل. نمبر 3، the city المدينة we visited last summer is very old المدينة اللي احنا زرناها الصيف اللي فات بتكون قديمة جدا. طبعا ببص على قبل النقط لقيت مين؟ city، مدينة. المدينة اللي احنا زرناها يبقى معنى كده يا مستر دي المفروض تبقى مكان. يبقى هنا لا، في مشكلة، يبقى لازم اللي انا اقف واركز فيها. فهاخد ايه؟ هاخد which. تمام. يلا نمبر 4، 2006 was the year سنة 2006 دي السنة اللي نقط أخويا اتولد فيها. طبعا سنة يبقى ده وقت، يبقى ده when. يلا that's the time ده الوقت اللي احنا اتقابلنا مدرسنا لأول مرة. طبعا لقيت كلمة time وقت يبقى when برضو. نمبر 6، I know the city أنا شفت المدينة اللي has a famous museum اللي لديها متحف. طبعا يبقى which. يلا نخش على اللي بعده. 7، she is the teacher هي بتكون المدرسة بتاعتي teaches English اللي بتدينا English. طبعا هنا لقيت قبل النقط كلمة teacher عاقل يبقى هاخد هو. نمبر 8، the festival الحفلة اللي بيتم عقدها كل ربيع بتكون ملونة جدا. طبعا لقيت festival غير عاقل يبقى which. تمام، نخش يلا على الأسئلة بتاعة الري رايت. عايز ندخل لنا كلمة ذات. طب نقرأ الأول. a festival is a special event يعني الحفلة بتكون مكان مميز أو حدث مميز. people celebrate it every year الناس بتحتفل بيه كل سنة. عايز ادخل كلمة ذات. طب ما ذات بتدل على الغير عاقل احطها مكان which يبقى هقول a festival الحفلة مالها is a special بتكون احتفال او حدث مهم. ذات علشان ذات دي عايدة على الايفنت اللي هي غير عاقل، واكمل بقية الجملة people celebrated every year. دي نمبر 1. خش على نمبر 2. The teacher explained the tradition students asked about it. طب يلا عايز ادخل كلمة which هحطها فين؟ هحطها بعد كلمة tradition عشان دي غير عاقل، فهقول the teacher explained the tradition which علشان which عايدة على الغير عاقل بتاع tradition، واكمل بقية الجملة اللي هي student asked about it. ماشي، نخش على number 3. I met a journalist he writes articles about the environment. انا قابلت صحفي ان هو بيكتب مواضيع او مقالات عن الطبيعة. يلا بينا، عايز ادخل كلمة هو. طب ماشي، انا هنا لقيت نقطة يبقى الموضوع سهل وبسيط، يبقى هقول I met انا قابلت مين؟ a journalist الصحفي. هو الذي. ليه يا مستر حطيتها هنا؟ علشان جاب بعد الايه؟ جاب بعد الفاعل العاقل جورناليست، واكمل بقية الجملة. يلا نمبر 4. عايز ادخل كلمة whose للملكية. This is the boy his book is lost. طب ما يلا بينا، يبقى هقول هذا الولد this is the boy whose اشيل بقى هز خلاص عشان هز ملكية فهشيلها واحط مكانها whose book is lost يعني ده بيكون كتاب الولد اللي ضاع. يبقى الموضوع سهل وبسيط. يبقى عندي هو عاقل مكانها ذات، which غير عاقل مكانها ذات برضو، مكان where زمان when، وملكية whose لما يجي بعدها اسم. اتمنى تكونوا فهمتوا، وبالتوفيق.
ببساطة ما تهبطش، سهلة اهي. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.